لأن تصبح لهذا المكان أو لهذا التجمع أو لهذه الآراء شرعية أو مشروعية. هو العدد، يعني لو ميدان التحرير امتلأ وميدان القائد إبراهيم امتلأ وميدان الأربعين امتلأ وبقى في أعداد كبيرة تمثل 4 مليون 5 مليون أيضا، برضو ال5 مليون ما يشكلوش. حضرتك ما بتشوفش إن لا المسألة مش إطلاقاً. بالعدد اللي هينزل الشارع اطلاقا. مادام الجمهور نزل وحط رايه في الصندوق هو الفيصل، هو الفيصل. عايزين ناخد راي تاني، ناخد راي الصندوق برضو، ان هو ده الفيصل. هو ده الشعب المصري اللي بيحط رايه في الصندوق. غير كده دي اجتهادات، اراء، ومين يحظر على الاراء او مين يجرؤ انه يحظر على راي؟ ما هو يدي رايه ويقول ويعبر. اما هم عملوا الميادين اللي بيتاح فيها ابداء الراي ليه؟